كأن لسان حال الأبطال اللي راح أقول لكم قصتهم اليوم يقول: حنا فداية للبلد والدار تشرح علينا، وقت اللوازم نبين تباشري بالسعد. والله ما يمثلهم إلا مثل هالأبيات هذه اللي تبين أن أبطال اليوم هم أبطال استثنائيين. البطل الحقيقي هو من يتألق ويظهر في اللحظات الحرجة. وشنو اللحظات الحرجة مرت على الكويت؟ أكبر من 2/8. في هذا المكان اللي أنا فيه حاليا 2 من أبناء الكويت، 2 من أبطال الجهرة قدموا أرواحهم فداء للكويت، وقبل لا يقدمون أرواحهم جابوا بطولة وقدموا بطولة وأثخنوا في العدو. عبد الكريم طالب الكندري وأحمد نزال العنزي، وكان بصحبتهم حميد الشمري. خلنا ناخذ اللحظات الأخيرة في حياتهم مع أهاليهم. عبد الكريم طالب الكندري جاءه النداء: تعال في تعبئة كاملة بالمعسكر. طلع من بيتهم، ولده يوسف عمره 2 يمسك أبوه يبكي، ما يبي أبوه يطلع من البيت، ولكن نداء الوطن أبدى من بكاء الطفل. فعبد الكريم الكندري في لحظة الوداع الأخيرة مع ابنه يوسف أبعد يوسف ولبى نداء الكويت. أما أحمد نزال العنزي فكان مستلم يومها، قبل لا يستلم أخذ أهله وراح للجمعية وتغرض، وكأنه يقول: هذه المؤن لكم وأنا بحاول أأمنكم قبل أن ألبي نداء الوطن. فلما جاءت لحظات الحرجة وقالوا من يطلع بالمدرعات، لأن أخواننا في لواء المغاوير صار عليهم هجوم، والقوات العراقية الغازية وصلت. فالملازم أول اللي عمره 24 سنة عبد الكريم الكندري مع صحابة أحمد نزال العنزي اللي عمره 34 سنة وحميد الشمري ركبوا مدرعتهم وطلعوا يلبنوا النداء. جاءوا في هذا المكان اللي خلفي ولقوا القوات العراقية وصلت واقتربت إلى ما قبل هالجسر، هذا جسر الجهرة اللي عند المطافي. فتمركزوا في هذا المكان، في هذه المنطقة اللي أنا فيها، ووجهوا فوهة المدرعة بذاك الاتجاه وراحوا يثخنون بالباصات اللي تنقل الجنود العراقيين. احتارت القوات العراقية من وين جاينا هالقصف، من وين جاينا هالرمي، إلى أن استطاعت القوات العراقية بعد مقاومة من المدرعة الوحيدة من هالأبطال، أطالت هالمقاومة هذه بعد أكثر من ساعة جاءتهم قاذفة من هليكوبتر عراقية فاحترقت الدبابة، واستشهد في حينها أحمد نزال العنزي. عبد الكريم الكندري طار من المدرعة وانقطعت رجله، أسعفوه ولكن توفى، أسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء، توفى في المغاوير في عيادة المغاوير. أما حميد الشمري نجاه الله سبحانه وتعالى. من يقدم هذه البطولات في يعني قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. قدموا البطولات ولكنهم ما زالوا أحياء، أثرهم ما زال باقي. بس المؤسف والمحزن في هذا الموقف أنها اللي قدموا بطولات ما تسمت شوارع بأسمائهم، ولا مستوصفات، ولا معسكرات، ولا حتى أفرع جمعيات. الأمم تخلد أسماء من يضحون من أجلها. فيا ليت لو نرى شوارع ومستوصفات وحتى أفرع جمعيات بأسماء هؤلاء الأبطال اللي قدموا أغلى ما يملكون، أرواحهم قدموها فداء لهذا البلد.